كانت هذه القرية مصدر إلهام للدكتور حسن رجب، الذي أراد إعادة إنشاء قرية مصرية قديمة ليستمتع بها الزائرون. وتغطي القرية الفرعونية مساحة 32 فدانا، ونأمل أن تكون هذه جولة رائعة عبر التاريخ والثقافة المصرية. يبدأ التاريخ المصري مع عصر الدولة القديمة في حوالي عام 3000 قبل الميلاد. خلال هذه المملكة القديمة، وتحديدا في حوالي عام 2500 قبل الميلاد، كان عصر بناة الأهرام. بنى الأهرام الكبرى وأبي الهول في الجيزة 3 فراعنة: خوفو وخافرع ومينكاورع. وبرغم مرور السنين لا تزال الأهرامات تقف إلى جانب تمثال أبي الهول العريق شامخة وأبرزة. في المملكة الوسطى حوالي 2000 قبل الميلاد تم بناء العاصمة، وهي الأقصر حاليا، ومعبد الكرنك الذي لا يزال حتى اليوم أكبر مبنى ديني تم تشييده على الإطلاق. وهذا ما ينقلنا إلى عصر الدولة الحديثة، العصر المجيد لبناء الإمبراطورية المصرية القديمة على يد ملوك عظام مثل أحمس وتحتمس الثالث ورمسيس العظيم. نرى في الماء نبات البرد الذي استخدمه المصريون القدماء لصنع القوارب والأكواخ والحصير والصنادل، ولكن الأهم من ذلك كله كانت صناعة الورق. كانت نباتات البرد تنمو بكثرة في مصر القديمة، وخاصة في منطقة الدلتا، لكنها اختفت تدريجيا بعد أن تم جلب طرق جديدة لتصنيع الورق من الصين إلى مصر في حوالي عام 1000 بعد الميلاد، حتى بدأ الدكتور حسن رجب زراعة البرد وإعادة صناعة الورق بعد سنوات عديدة من البحث. والآن سنعبر سويا القناة الأسطورية. أنا أوزوريس قاضي العالم السفلي، كنت معبودا في جميع أنحاء المملكة الوسطى. عندما أرسم على جدران المقابر غالبا ما أظهر على شكل المياه. عندما كنت ملكا لمصر كان الخير والسلام يعم الأرض، حتى قتلني شقيقي الحاقد ست، قد مزقني إلى قطع وثرني في جميع أنحاء الأرض. ربما لم أكن خالدا لولا زوجتي. أنا إيزيس، زوجة أوزوريس، ربة الحب والسحر والشفاء. حين قتل زوجي بسيف الغدر، بحثت أنا وشقيقتي نفتيسي عن أجزاء جسده التي جمعناها من جميع أقاليم مصر. وعندما أعدت أوزوريس إلى الحياة بقوة سحري، وجدنا ابن حورس والذي أخفيته في أحراش الدلتا وربيته ليأخذ ابن أبيه. وحين أصبح حورس قويا في السحر حقق أمنيتي. أنا حورس الصقر وريث العرش. عمي الحاقد ست قتل والدي واستولى على عرشه، وعندما أصبحت شابا حاربت ست لاستعادة ملك أبي. لقد كانت معركة دامية، فقدت عيني يسرى، لكن تحوت رب الحكمة شفاني وأكملت صراعي ضد الشر، وفي النهاية انتصرت وفزت بالعرش. رمز عيني المفقودة عين حورس هي الآن تميمة سحرية تجلب الخير وتمنع الشر، فاعثر عليها إن كنت تستطيع. أنا آمون رع رب الملوك، شيد 30 من الفراعنة على مدى مئات السنين معبد الكرنك لتكريمي. اسمي يعني خفي، وكنت حارسا لاسما سريا، لكن إيزيس قد خدعتني حين خبأت ثعبانا لدغني وصرى سمه في أعضائي. عندما أفقت
الثالث جلست على عرش مصر، وعلى رأس 17 حملة عسكرية استطعت أن أجعل من مصر إمبراطورية عظيمة تسود العالم. في قصري تعلم وتدرب كل أمراء بلاد الشرق القديم، وكان ولاءهم لي وحدي. هل عرفتني الآن؟ أنا أقدم وأعظم إمبراطور في التاريخ. مقياس النيل. كان هناك مقياس خاص يسمى مقياس النيل. كان قدماء يستعملونه لقياس الارتفاع التدريجي لمياه الفيضان، وكان هذا يساعد محصل الدراهم على تطوير العالم الذي يمكن الحصول عليه من الأراضي الزراعية كالربيع التالي. أنا إخناتو، كان اسمي أبو القطب الرابع حتى السنة 5 من حكمي، وهو الاسم الذي يعني آمون راب، لكن ابتعدت عن عبادة آمون والآلهة العديدة الأخرى، واخترت عبادة إله واحد فقط، آتون. لقد حاولت أن أعلم شعبي ديانة آتون، وأنشأت لهم عاصمة جديدة هي تل العمالة، لكن الناس بعد موتي تركت عبادة آتون، حتى ابني الوحيد توت عنخ آتون تخلى عن اسم ولادته وأخذ اسم توت عنخ آمون. ولكن يوما ما سوف يؤمن الناس بإله واحد. ترى هل يأتي ذلك اليوم؟ أنا رمسيس العظيم، كنت أقوى فرعون في التاريخ، وحكمت مصر لمدة 66 عاما. لقبني اليونانيون أوزماندياس. بنيت أنا وزوجتي نفرتاري معبدا جديدا، هو معبد القدس، وبالقرب من طيبة شيدنا معبد الرمسيون. مع جيشي هزمت الحيثيين والنوبيين وقراصنة البحر الأجانب لكي تحكم مصر العالم. بعد موتي أخذ 9 فراعنة آخرين اسم رمسيس تكريما، لكن كان هناك واحدا فقط، هو أنا أوزماندياس، ملك في الأراضي الجنوبية. مشهد النبي موسى. يبين هذا المشهد عملية اكتشاف الطفل موسى الذي وضعته أمه في سلة وألقته في النيل ليطفو على سطحه للحيلولة دون أن يقتله جنود فرعون. وقد اكتشف أحد أفراد أسرة فرعون الطفل، فأخرجوه من الماء وتربى ونشأ في بيت الأسرة الملكية المصرية. ولما كبر أنزلت عليه الرسالة، ثم قاد شعبه من اليهود وخرجوا من مصر. وتشاهد إلى يسار المشهد أخته وهي تراقب الموقف عن بعد لترى ما سيحدث له. كان لهذا الإله القزم الغريب الشكل مكانة كبيرة عند المصريين، وكان يعتقد أنه يحمي الناس من التعابين والعقارب، وكان يعتبر حاميا للنساء أثناء الوضع، وكان بصفة عامة إله السرور والمتعة من كل نوع. الزراعة. الآن تدب الحياة في مصر القديمة بمشاهد الزراعة والصناعة. حديقة فرعونية. هنا يستمتع النبيل هو وزوجته بالهواء المنعش في مقصورة حديقتهم، ويلعبان لعبة يلعبها شخصان اسمها
الحفرية لتجهيز الأرض وإعدادها للزراعة. ونشاهد أمامنا الفلاح ممسكا بالنحرات الخشبي البسيط يجره الثوران. وبعد أن تتم عملية الحرث تجري عملية تكسير الكتل الطينية الجافة باستعمال الفأس، ثم تجري عملية شق الخطوط المستقيمة في التربة بالمعول، ثم يقوم المزارع ببذر الحب من كيس صغير يحمله أو سلة، وتتبعه الأغنام لكي تضغط بأنبلها الحب في التربة. ونشاهد أبراج الحمام إلى جوار المنازل، وكان المصريون يستعملون الحمام وكذلك لحمل الرسائل ولا سيما بالنسبة للجيش. وكانت الحقول تروى بواسطة الشاكوش وهو رافعة يشبه الميزان، وقد علق في أحد طرفيه دلو وفي الطرف الآخر حجر خطير مقابل الدلو ويوازنه. وعندما يتم حصاد المحصول تحمل حزمة إلى مكان الدراسة في أكياس من الشبك تعلق في قائم خشبي، وتتكون أرضية مكان الدراسة الدائري من تربة صلبة، وعندما توضع عليها كتلة من السنابل تساق عليها الثيران أو الأمطار وتكسيرها بأقدامها الثقيلة. العسل. كان قدماء المصريين يستعملون العسل في التحلية، حيث إن قصب السكر لم يكن يزرع في مصر في تلك الأيام، وكانت خلايا النحل تصنع من أنابيب من الفخار ترص فوق بعضها في صفوف كما نرى. بناء القوارب. كان نهر النيل هو الطريق الرئيسي للمواصلات في العهد الفرعوني، ولذلك كانت صناعة القوارب صناعة هامة. وكانت القوارب الصغيرة تبنى بالحزم من نبات البردي تربط بعضها إلى بعض بالحبال. صيد الأسماك. كان هناك أنواع كثيرة من الأسماك في النيل والقنوات المتفرعة منه، وكانت تشكل مصدرا جيدا للطعام. كما كان صيد الأسماك رياضة شائعة، ويمكن مشاهدة إحدى طرق صيد السمك أمامكم، حيث تمتد شبكة الصيد بين قاربين، ويقوم الصياد بضرب الماء بعصاه ليتعامل السمك ويقع في الشبكة، وننظر إلى الشبكة لنرى إذا كان محققا الصيد اليوم أم لا. الرياضة عند قدماء المصريين. اهتم قدماء المصريين بالعديد من الرياضات مثل رمي السهام والتحطيب، وكذلك كان أول من مارس لعب الهوكي بالتاريخ. بريس دينا كل عين واش صناعة الطوب اللبن. تشاهد بعد ذلك بيانا لبعض الصناعات والحرف، وأولها صناعة الطوب اللبن في قوالب. والمادة المستعملة في هذه الصناعة هي طين النهر الذي يخلط بالماء والتبن حتى يصبح عجينة سميكة، ثم توضع قطع من هذه العجينة في قوالب خشبية، ثم تترك لتجف في الشمس. صنع المصري القديم في صناعة الزجاج بألوانه المختلفة، ومن أشهر الأماكن التي وجدت فيها في صناعة الزجاج هي منطقة خان العمان. التحنيط. آمن المصري القديم بالحياة بعد الموت، حيث قام بعملية التحنيط كي يحتفظ بجسد المتوفى كاملا إلى أن تعود له الروح مرة أخرى. هذه العملية كانت تستغرق في الغالب
من 40 إلى 70 يوما. صناعة الفخار. تعتبر صناعة الفخار من أقدم الحرف في مصر، ويرجع تاريخها إلى سنة 6000 قبل الميلاد. يعجن الطين بالماء ويخلط ببقايا الأواني الفخارية المصفوفة أو القش المبشور، مما يساعد على جفاف الأواني المصنعة ويجعلها مستوية وبدون شقوق. والآن إلى بعض المظاهر المصرية الساحرة. نرى في هذا المشهد المراحل المختلفة لتجميل الحائط الحجري. وأول مرحلة في هذه العملية هي تسوية السطح، ثم ينعم ويثقل بقطعة من الحجر الصلب، ثم ترسم خطوط حمراء على هذا السطح الجاهز لضمان دقة عملية تكبير الرسومات الأصلية. ثم يقوم الفنان بعد ذلك برسم الإطار العام على الجدار، مستعينا بالمخطط العام الذي أعده الفنان الأصلي على لوح صغير أو حجر أو قطعة من ورق البرد. نحت التماثيل. كانت عملية نحت التماثيل تجرى عادة في المحجر، حيث يقطع منه كتلة أو قطعة الحجر اللازمة. وأول هذه الخطوات هي فصل الكتلة الحجرية عن سطح الصخرة، ويتم هذا بضغط خواتير أو أوتاد خشبية في ثقوب يتم ثقبها في الصخرة، ثم تبلل هذه الأوتاد بالماء. وعندما تتمدد الأوتاد بفعل الماء فإن قطعة الصخر تنفصل. فازات الألبستر. كانت الفازات تصنع من أنواع مختلفة من الأحجار، ولا سيما الألبستر وهو حجر ناعم يمكن تشكيله إلى أشكال جميلة. وكانت فازات الألبستر تستعمل كمصابيح أو لتخزين العطور والزيوت الغالية. ورشة النجار. كانت الأدوات التي يستعملها النجار تصنع من النحاس والخشب والبرونز. وتشاهد إلى اليسار رجلا ينشر كتلة من الخشب إلى ألواح. وكانت المطرقة والأسميل والطاحون وقوس الحفرة لحفر الخشب من الأدوات التي كان يستعملها النجار. ترسانة السلاح. كان الفراعنة يهتمون بأن يكون الجيش مزودا بالسلاح في كل وقت، وكانت الأسلحة تشمل الأقواس والسهام والسيوف وبلاطات القتال والحراب إلى جانب الدروع والرماح. صناعة العطور. كانت العطور محببة إلى النساء في مصر القديمة، وكانت تتكون من الزيوت العطرية والشحوم. وكان عصير الزهور الطيبة الرائحة يستخرج منها بوضعها في كيس من الخيش السميك، ثم يلوى طرف الكيس باتجاهين متضادين باستعمال قضبان خشبية. غزل الكتان ونسجه. كان الكتان أكثر الأقمشة استعمالا في الأزمنة القديمة، ونرى في هذا المشهد المراحل المختلفة في صناعة قماش الكتان. فيتم تمشيط حزم من سيقان الكتان خلال أسنان مشط خشبي للتخلص من الأطراف والأوراق، ثم تنقع السيقان في الماء لبضعة أيام كي تلين، ثم يتم ضربها بمطرقة خشبية، وبعد ذلك تمشط السيقان خلال أسنان مشط آخر أصغر من سابقه. صناعة الورق. كانت صناعة الورق من الصناعات الأخرى الهامة، لكنها كانت حكرا على الدولة. ويعتبر الجزء السفلي من ساق نبات البردي هو أصلح جزء لصنع الورق. وأول الخطوات هي تقشير اللحاء الأخضر الخارجي، ثم ينقع اللب الأبيض في الماء. بعد ذلك يشرح هذا اللب إلى شرائح طولية رقيقة، ثم تنقع في الماء العادي. وبعد تكرار عملية النقع ترص الشرائح اللينة على قطعة من القماش في طبقتين، إحداهما رأسية والأخرى أفقية. وبعد أن يتكون سطح الورقة بهذه الطريقة يدق بمطرقة خشبية بهدف لصق الطبقتين، وبعد ذلك تغطى الورقة بقطعة أخرى من القماش وتوضع بين حجرين ثقيلين لبضعة أيام.
ويتم إخراجها في هذه الفترة في الشمس وتصبح بعد ذلك صالحة للاستعمال. صناعة النبيذ. كان النبيذ الجيد من المشروبات المفضلة عند قدماء المصريين، ويرينا هذا المشهد كيفية صناعة النبيذ. فتوضع عناقيد العنب الناضجة في حوض مصنوع من الحجر الصلب مثل الجرانيت الذي يقاوم التسرب ويسهل تنظيفه، ويتم الضغط على هذه العناقيد بالأقدام، ويصب العصير الناتج في أواني فخارية كبيرة لكي يتخمر.